سأقول كلمة لأنها في بالي من أسابيع. يؤسفني ويحزنني حال إخواني الشيعة والمتشيعين أيضا، الذين كانوا سنة وتشيعوا، خيارهم نحترم. يؤسفني موقفهم جدا مما يحدث في سوريا الشام، والله العظيم. نفسي أن أرى الآن شيعيا أحترمه أن يقول هذه جرائم، لعنة الله على المجرمين، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الشيوخ، حرق المدن، إخلاء المدن من كل ساكن وديار، لا يرضى به الله ولا يرضى به عقل ولا ضمير. يقول لك لا مخططات، يا سيدي سلمنا في مخططات وأمريكية وأوروبية وصهيونية في ائتمار بهذا النظام اللي 40 سنة لم يطلق طلقة على إسرائيل، في ائتمار ما خلاص صدقنا يا سيدي، صدقنا كل هذا. لكن أنا أقول لك والله الذي لا إله إلا هو، كل هذا لا يساوي أن تستحل الدماء البريئة بهذه الطريقة المتوحشة. يا أخي أنت فقدت شرعيتك بسفك الدم بهذه الطريقة، لا شرعية لك. هل تنتظر فلسطين من هذا النظام المجرم أن يحرر فلسطين؟ لا يريد. تعرفون لماذا؟ اليهود أحيانا، حتى أكون واضحا، الإسرائيليون أحيانا كانوا أرحم من هؤلاء، لم يفعلوا بعض ما فعل هؤلاء، حتى أكون دقيقا لأنه أيضا ما شاء الله عليهم الإسرائيليون يعني، لكن لم يفعلوا أحيانا بعض ما يفعل هذا النظام الملعون. وأنت يا أخي الشيعي ويعتمون علي، هانت عليك يا عدنان كأنني أنا أهرب بما لا أعرف. أنا أعرف ماذا أقول، وأنا من أول يوم أدنت القتل أيها الإخوة، أدنت القتل والإجرام هذا والأسلوب الوحشي، وقلت النظام لا يعرف إلا العنف والعنف والعنف. قلت يتوسل 3 وسائل، هي العنف والعنف والعنف. كيف أقف إلى جانبه؟ والله العظيم أيها الإخوة لو عمر بن الخطاب وحاشاه وحاشاه فعل مثل هذه الأفعال لأبرأن إلى الله منه. ما زال أنني أبرأ إلى الله من معاوية، وما زلت أبرأ منه لأنه كان مجمع على هذا النحو. أنا أقول لكم بشار امتداد لمعاوية ليس امتدادا لعمر، بشار امتداد لمعاوية، بشار امتداد ليزيد، لكن بشار ليس امتدادا لعلي ولا لعمر. لا، الشيعة تحب أن نفهم أن بشارا امتداد لعلي. يا أخي تبا لهذا الفهم يا أخي، أين إنصاف الإنسان؟ يا جماعة يا شيعة يا سنة، أنصفوا دينكم، أقسم بالله أنصفوا دينكم الذي أحرجتموه. وأنا أسأل أخي الشيعة، أقول له سألتك بالذي سمك السماء بغير عمد، سألتك بالله الذي توحده، الذي لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد. لو كانت علاقة إيران سيئة جدا بالنظام السوري، وعلاقة حزب الله سيئة جدا بالنظام السوري، كنت تأخذ هذا الموقف؟ يا أخي اتقوا الله، اتقوا الله في دماء الأمة. كفى كفى، هذه الأمة لا تقبل هذا القدر من الوصاية المذهبية والطائفية على عقليتها وعلى دمائها وعلى مستقبلها يا إخواني وعلى حرياتها. كفانا، علينا أن نتأنسن. أفهموا البشر أننا بشر، أفهموا الناس أننا من الناس، أفهموا الناس أن ديننا رحماني إنساني، ليس باسم الدين تستحل العصم وتهتك الذمم والأعراض وتسفك الدماء يا إخواني بهذه الطريقة، وكله باسم الدين. أي دين؟ الأولوية للإنسان. كل ما ومن لا يحترم الإنسان لا اعتبار له، الأولوية للإنسان.